شاور ال10 دقايق الامهات. ده مش معناه ان انت لو مش ام متقدريش تعمليه، لا هتستفادي برضو. بس انا قلت ليه الامهات عشان كلنا مشتركين في حاجه واحده، ان احنا عايزين احسن نتيجه باقل مجهود. صباح الخير او مساء الخير لو انت مهتمه انتك بموضوع الفيديو كملي. عموما الشاور ده مش هياخد منك 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. انا عن نفسي اول حاجة بعملها اني قبل الشاور بساعة بحط زيت، اي زيت بفضله لفروة راسي. عموما دلوقتي بستخدم اللي هو بتاع رو افريكان بوستر او حاجه كده، مش فاكره الصراحه اسمه. بس انت اي زيت انت بتفضليه اعملي مساج 5 دقايق قبل الشاور بساعه. ده مش معناه ان انت هتقعدي فاضيه، قومي بقى نضفي الملاعه، اعملي تشقلبي، بصي في الحيطه لو انت عندك وقت اشربي لك كوبايه شاي. المهم قبل الشاور بساعه مساج 5 دقايق وزيت على فروه شعري. دخلنا الشاور، اول حاجه ان انا بغسل فروه راسي كويس جدا بالشامبو. بعد كده انا عشان شعري كيرلي فبحط بلسم على اطراف شعري واسلكه من تحت لفوق. لو انت شعرك مش كيرلي وبتفضلي ان انت تغسلي يعني تسلكي شعرك من بعض تفكي التشابك يعني وهو ناشف، اغسلي اسنانك في الوقت ده. بعد كده بحط ماسك لشعري، اي ماسك عندي حمام كريم يعني، والفه كده بايه بتوكه على ما اكمل بقيه الشاور. تاني خطوة ان انا بستخدم الجلافز ده. انا كنت جايباه، هو موجود عموما بفئات سعرية كتير قوي يعني، بانواع كتير، واعتقد نزل في الصيدليات وفي منه يعني زي ما انت عايزه. انا كنت جايباه من جروب بتاع منتجات مغربية. هو بصي، هو تحسيه هو خشن وناعم في نفس الوقت، مش بخشونة الليفة المغربي، بس بيقشر يعني. وبستخدم حاجة هتزعل اخواتنا المغاربة قوي، الصابون المغربي برضو كنت جايباه من نفس الجروب ده، كان تقريبا ب60 جنيه، وده تقريبا برضو ب60 جنيه. جروب بتاع منتجات مغربية انا بثق فيه قوي الصراحة يعني. بستخدمه كشاور جل، يعني بحط عليه شوية وشاور جل، او صابونة انت بتفضليها، يعني مش صابون مثلا طبي او غير طبي، شوفي الصابون انت بتفضليه بس مش لدرجة الصابون التجاري يعني. او غسول ستارفل وايتنينج او اللي هو التاني ستارفل الاخضر ده يعني، او شاور جيل انت بتفضلي ريحته. المهم ان انا بغسل جسمي مرتين بالجلافز ده بحاجتين مختلفين. يبقى كده انا خدت شاور ونضفت جسمي وعملت سكراب وشاور جيل وكل حاجه في خطوه واحده بس. بعد كده خلاص احنا غسلنا جسمنا كويس، نيجي لخطوه الشيفنج. لو انت مش بتفضلي الشيفنج انت حره، بس انا عن نفسي بفضل الشيفنج عشان بيشيل الشعر الصغنون قوي، بيشيله قبل ما يطلع، يعني ما يفكر يطلع. الطرق التانية التقليدية مع الاسف لازم تستني الشعر يطول شوية وبعدين تشيليه. لكن الشيفنج انا بحس ان هو طول الوقت الجلد نضيف، طول الوقت الجلد بيلمع، واحنا عاملين سكراب، فبالتالي مفيش جلد تحت الشعر تحت الجلد. فانا هقول لك طريقه بستخدم بيها الشيفنج، ودي فعلا بتاخر، انا لاحظت انها بتاخر نمو الشعر، بتخف الشعرايه كده، وفي نفس الوقت بتعقم اسمها ايه، المكنه. اول حاجه انا بجيب كوبايه طبعا مخصصاها للمكنه، والكوبايه دي بحط فيها خل. انا عن نفسي بستخدم الخطوه دي كنوع من انواع التعقيم. تاني حاجه لاحظت فعلا ان هي بتخف الشعر اي بقى فوم حلاقه او كريم، او نشوف انتوا بس. انا جربت ان انا استخدم ده اللي هو صابون مغربي، وصراحه كان ممتاز. بس يعني المتاح انا عندي ساعات بستخدم فوم، ساعات بستخدم بلسم، يعني على حسب انت تشوفي انت بترتاحي لايه واستخدميه يعني. وبتشيلي كذا مره في اتجاه نمو الشعر، يعني تشيلي في اتجاه نمو الشعر وبعدين تشطفي المكنه تحطيها في الخل، تشيلي في اتجاه نمو الشعر لحد ما تلاقي ان ما فيش شعر نهائي. بعد كده فاهم بتروحي شطفاه وحاطه المكنه في الكوبايه في الخل، كانك بتسقي البقسماطه كده، وتروحي شايله عكس نمو الشعر. ودي الطريقه دي هتديكي افضل نتيجه بلمعان بنظافه نعومه، مفيش فاهمه قصدي. بس كده. اسألي دكتورتك لو انت عندك حساسية، او جربي الخل في جزء صغير عشان ممكن يعمل لك حساسية. اسألي الدكتور الجلدية بتاعك وشوفي
او اسالي حد مختص. يعني انا عن نفسي بشاركك باللي بعمله، بس ممكن ما تناسبكيش، ممكن تعمل لك حساسيه، ممكن تعمل لك التهاب، فاسالي في الجزئيه دي، او جربيها على جزء صغير من جسمك، او اقري عنها، ابحثي عنها. انا بقول لك انا جربت ايه وعملت ايه والنتيجه بتاعته ايه. خلاص خلصنا، عملنا جسمنا، عملنا شيفنج، روقنا. في بقى ماسك احنا سايبينه على شعرنا، بنقلب شعرنا لقدام ونشطفه كويس جدا عشان الماسك ده ما ينزلش على ظهرنا ويعمل حبوب، فاهمه قصدي؟ بعد كده وشنا هنسيبه، احنا طبعا غاسلين سناننا او هتغسلي سنانك. قبل ما انا بحب اغسل سناني قبل ما استخدم غسول او اي حاجه، وبحرص دايما الغسول ان معجون السنان ما يطلعش بره عشان ده بيغمق المنطقه دي. بعد كده باخد نقطه من ده اللي هو الصابون المغربي. انا الصراحه استخداماته كتير قوي، وبالنسبه لي الصابون المغربي بالنيله الزرقاء واو. يعني انا عن نفسي بعمل كده، ما كنتي بتعمل يعني اغسلي وشك بطريقه دي. باخد منه نقطه بس، بكون شايله طبعا المكياج كويس ومنضفه وشي ومتاكده ان وشي نضيف، وارغيه واقعد ارغي 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 وانضف كويس. بلاقي وشي من بعدها بيبرق برق، مع ان اللي انا اشتريت منها قالت لي لا لا ما بيتحطش على الوش، واظن ان هي ممكن تقاضيني لو عرفت ان انا بعمل كده. بعدها بستخدم الغسول بتاعي، وبرده بقعد ارغي كده حبه حلوين يعني، ممكن دقيقه دقيقه ونص، بحيث ان انا احس باحساس نظافه ووش بيزيق كده والدنيا تمام. بعد كده خلاص خلصنا ننشف جسمنا كويس، نحط بقى نشوف بقى نعمل روتين بشرتنا. الاماكن اللي اتعمل لها شيفنج دي بحط لها كريم يكون بيقلل نمو الشعر. دي ده في منه اسعار، ويعني فئات سعريه كتير واشكال وانواع كتير، انت استخدمي اللي يريحك. وفي ناس بتستخدم زيت الصعد، بس انا مش بفضله، ما بحبش ريحته ولا ملمسه يعني. وبعد ما بحط مرطب ممكن احط مثلا زيت بيبي اويل او حاجه تحبس الترطيب. انت لو مش حابه برضه تعملي الخطوه دي ما تعملهاش. والمهم ان انت بعد الشاور ده لازم ترطبي جسمك كويس جدا عشان الفرق واللي احنا الخطوات اللي احنا عملناها ما تقلبش بعد كده بغمقان يعني، وان انت توصلي ان انت نتيجه كويسه من توحيد لون بشره وتقشير جلد، ان انت تبقي مبسوطه يعني بالنتيجه. فلازم ترطبي الترطيب 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 اهم حاجه، وحل كل المشاكل تتخيليها، سواء غمقان الكلف بعد الحمل مع الوقت طبعا، يعني بعد الحمل والولاده مع الوقت والاستمراريه هتلاقي ان شاء الله نتيجه. خلاص انا خلصت. للامانه انا مش مختصه، لو انت مختصه جلديه وفي اي حاجه من اللي انا قلتها دي ليكي اعتراض عليها ارجوكي شاركيني بيها. انا مجرد بشاركك روتيني كأم في العنايه بنفسي، اللي هو بينجزني ويخليني طول الوقت اقدر اخد شاور عادي، اللي هو الشاور بالرغوه، واحط مرطب وخلاص من غير ما ان انا ابذل مجهود، وبيخليني مرتاحه وحاسه طول الاسبوع ان انا نضيفه وجلدي شكله كويس وبلمع وجاهزه طول الوقت وحاسه ان انا شكلي كويس يعني، او مرتاحه، او فاهمه قصدي. فلو انت عندك اي تعديل عليا شاركيني بيه، ما تتردديش، عشان انا مش جايه اضلل حد. انا غيري يعني انا استفاد وغيري يستفاد، وتبقى انت ما احتفظتيش بالمعلومه لنفسك. شكرا انت وصلتي للفيديو يعني لاخر الفيديو. شكرا انت تابعتيني وسمعتيني للاخر، واتمنى ان انت تكوني استفدتي من الفيديو. شكرا.